السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. الموجة الثانية من كورونا تهدد العام الدراسي الجديد بعد تصريحات وزيرة الصحة بشأن بداية ارتفاع حالات الإصابة من جديد وفتح بعض المستشفيات العزل وزيادة عددها، والمؤشرات العالمية التي تؤكد وجود موجة ثانية من فيروس كورونا. بدأت وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بأخذ الاحتياطات اللازمة من الآن، بحيث أن هناك أقاويل تفيد بأن في حالة قدوم الموجة الثانية وارتفاع عدد الحالات بشكل ضخم من جديد سيتم إغلاق المدارس وإلغاء الدراسة من جديد، وسيتم إغلاق الدروس والمراكز أيضا، مع العلم إنها حاليا بيتم غلقها، ولكن ساعتها هيكون بقى بشكل إجباري. وفي هذه الحالة هيتم اعتماد على التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني لجميع المراحل الدراسية. كما ستعتمد الوزارة على طريقة الأبحاث في التقييم من جديد، يعني الطلاب تاني هيعملوا أبحاث، وساعتها بقى ما نعرفش هتكون لكل الطلاب ولا كمان طلاب الثانوية هيخش في الموضوع، وهذا في حال ازدياد الأمر سوء. طبعا كلنا بنتمنى ان الامر يمر بشكل سالم وبدون اي خسائر جديده ولا تضرر، لان لو حصل كده فعلا طلاب كتير هيتدمروا ومش هيعرفوا يدرسوا، وخصوصا طبعا طلاب الصف الثالث الثانوي اللي لسه مش عارفين راسهم من رجليهم في النظام الجديد بتاع التابلت. ده كان كل حاجه في الفيديو، ده كان الخبر اللي انا حبيت انقله لكم والرؤيه اللي انا حبيت انقلها لكم من المصادر المسؤوله في الدوله. لو عايز تتابع كل جديد وحصري يا ريت تدوس سبسكرايب او اشتراك وتفعل زر الجرس. تفعيل زر الجرس هيضمن ليك ان كل حاجه توصلك في نوتيفيكيشن او اشعار. ان شاء الله الفتره الجايه نتابع معاكم الاخبار اول باول. ما تنساش تضغط لايك تقديرا ودعما. نشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.